نفسي أيوة. تسأليني سؤال اديكي اجابه تساوي مليار دولار من فضلك. طب المشكله ان انا بتخانق معاه عشان هو يصرف على الدروس. رجعنا تاني عشان يصرف. انا مش انا رافضه استسلم في الوضع ده، ففي خلافات مستمره. بنتي دلوقتي في مرحله حساسه ان هي في ثانوي، محتاجه ان هي تذاكر كويس في هدوء من غير مشاكل. طبعا. فانا دلوقتي عندي شقه وقعدت انا وبنتي في الشقه. انا سؤالي دلوقتي بنتي محتاجه استقرار، والبنت كويسه جدا في المذاكره، بس مش محتاجه مشاكل ونكد باستمرار. فدلوقتي هل انا اطلب هو رافض الطلاق، هو رافض ان هو يطلق طبعا. انا دلوقتي هستقل انا وبنتي كده. ممكن اسالك سؤال؟ استني بس. لا خلاص انا فهمت السؤال بقى، انا فهمت السؤال. بس انا من فضلك حبيبتي انا عايز اسال سؤال. اتفضل. هو رافض الطلاق. اختاري حاجه من الاثنين. لانه يحبني. 2 لأن الدهر قد فات وولى ولم يعد في حياته فرصة للارتباط بأخرى أو لا يجد، فوجدنا مطية سهلة، فكيف يفرط فينا وهو يبتزنا ويضيق علينا ويركب فوق رؤوسنا إجلالا واحتراما وفي قلوبنا مودة. اختاري. الاثنين أقرب. طب تمام. 2 أقرب. 2. عايز أقول لك بقى كلمة قبل ما تسيبيني. استني عايز أقول لك كلمة قبل ما تسيبيني. على فكرة أنا اشتريت شقة تمليك بفلوسي، هو ما قدرش يبتزني يا دكتور، فهي دي سبب المشاكل، ان انا رافضه ان هو يبتزني. شاطرة. انا باخد منه الفلوس بس بمشاكل. طيب عايز اقول لك انا شريت شقه تمليك بفلوسي انا وقاعده فيها حاليا وتمليك وفرشتها من فلوسي انا، هو ما حطش فيها جنيه. ما المشكله ان انا رافضه. هو حضرتك دلوقتي الشقه اللي انت جبتيها من فلوسك قعد معاكوا فيها؟ لا انا ما عادش يا فندم. انا وبنتي. هو حاسس دلوقتي انك انت قادره. هو لو كان سامعني دلوقتي هيقول الله يفتح عليك يا دكتور، وانا بقول هو حاسس انك قادره وانك لما قدرتي رمتيه. هو هيفسر كده. انا من زمان يا دكتور، لان انا كان عندي شقه ايجار برضه واحنا متجوزين فيها اصلا. طيب حاضر. انا كان عندي شقه قديمه اصلا وهو متجوز فيها وقعد فيها 10 سنين لحد ما جاب شقه. لان انا كنت اسالك سؤال معلش. اسالك سؤال. استني يا بت. اسالك سؤال كأن احنا مش على الهوا، كأن انا قاعد في بيتكم. اتفضل. عندك الرغبه في الراجل ده؟ لا. اتسدت؟ ايوه، لانه بخيل جدا ولانه نكدي جدا جدا. حتى لو كان بخيل مفيش احساس كده داخلي؟ لا خالص. لا خالص ابدا. لا ابدا. ولا حتى بتيجي وانت في عز نومك كده لما تصحي تقولي لا يا عبدو ما فيش كده خالص؟ لا يا فندم، لا. ده هو رافض الطلاق. ولا صورته اللي على الموبايل، ولا ما عملتلوش صوره على الموبايل، ولا صورته اللي على الموبايل بتهز حاجه فيكي؟ ما بيتصلش يا فندم على الموبايل، ما بيتصلش ببنتي. ولو جالك جرس ما تتمنيش ان هو، لو سمحتي ولو جالك جرس ما تتمنيش انه يكون هو؟ لا ابدا. انا عايزه انفصل. قفل المواضيع. انا طلبت الانفصال وهو رافض. بس انا عايزه. طب هو لما رافض حبيبتي انا لما هو رافض الطلاق ما عرضش شويه للصلح؟ قال هصرف على عيني، انا غلطان، رقبتي انا محقوق، لسبب عليا لوحدي، هو بيلوي دراعي عليا لوحدي. لا يا فندم هو بيلوي دراعي بان هو ما بيصرفش على بنته. فانا اللي بضطر اصرف على البنت لوحدي، فدي بيعملها لوي دراع زائد بخله. انت معاش لها بنت. اخر سؤال وهقول لك مع السلامه واجاوب. اخر سؤال. انت من خلال عشرتك له 20 سنه حاسه انه عمل خميره؟ ما يمكن طبعا. ما يمكن ما لا معاه حضرتك، وكان بينكر وببقى شايفه الفلوس وهو شايلها وما بقولهوش. شايلها فين؟ في الدولاب في البيت. يعني مش في بنك ولا حاجه؟ لا بس في البيت، بس مخبيها مني. يعني 300 400 جنيه كده. استني بس، يعني 300 400 فكه؟ لا يا فندم، كام ألف حضرتك. هو بيقبض كويس. ايوه يا فندم. امال بيودي فين لمده 20 سنه يا فندم؟ يا فندم بيودي فين الفلوس اللي مش راضي يديها ليكي ولا لبنته؟ بيوديها فين الواد الخربوش ده؟ انا كل ديت انا مش ما اشتكيتش، يعني انا عشان موظفه ومعايا، فكنت ماشيه نفسي، كنت مصروف البيت. هو ما تاخذنيش يعني. هو ممكن يكون بيصرف فلوسه على حريم وحشه؟ لا ما اعتقدش. طب ما انت مؤمنه بيها اهو. ما اعتقدش. لا ان هو بيشرب مخدرات؟ هو مش في الحته دي اصلا. لا ولا سجاير ولا. طب حلو قوي. ولا دخان ولا سجاير ولا بتاع حريم؟ لا بس بخيل. هو بخيل ايه بس؟ ما هو البخيل لازم يبقى مال الكوزه اللي ده طبع يا دكتور. ما هو لو بخيل يا ضنايا يبقى محوش يا بنكي. انت عارفه يا الصندوق يا بنت بقى فيه 3.5 مليون دلوقتي او 1.5 مليون. الله اعلم. 20 سنه الله اعلم ايه. بس هتدبسوا الدين في المعجنه بتاعتنا ليه؟ ما اعرفش عنه حاجه. ما تعرفيش ليه بتشوفي الفلوس في البيت كذا الف؟ ايه؟ ما انت شفت الفلوس في البيت يا بنت مداريها عنك كلها. ما هي دي مش هتكون كلها، ما يمكن والباقي. طب ما تدوري في المراتب وتلمهم له حتى تاخدي اجر وثواب.
المهم له ليه هو مش عارف يا دكتور، ده انصح من الناصحين. انصح من نصيحه ايه بس انت مش عايزه. يا دكتور يا دكتور بشكرك. الراجل بخيل وانا لا اتهمه الا بانه مش لاقي. يقيني المستقر عندي كاني قاضي واستقر في يقيني انه مسكين مش لاقي، لان كان في اخوه في حياتي وقعدت مراته تقول معاه كده لغايه لما مات وانا اللي سددت ديونه. مبروك عطيه. ياما في الحبس مظاليم.